السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة لينا على القناة. حلقة النهاردة بقى هتبقى حلقة كده غريبة، أول مرة نعملها على القناة. هي مش استعراض لحاجة أنا جبتها وعجبتني، أو استعراض لحاجة كنت برشحها لكم، أو استعراض حتى الجهاز الإلكتروني كنت بجربه لفترة وجي وقت إن أنا أعمل عنه ريفيو. ولكن حلقة النهاردة هتبقى عن أكتر من جهاز أنا اشتريتهم في الفترة اللي فاتت، سواء كنت علشان أستعمله بشكل شخصي أو حتى علشان أعمل عنه مراجعة بناء على طلبات جت على الكوميونتي. وبعد لما جبت الجهاز ده خيب أملي بشكل كبير وما استخدمتوش، او حتى رجعته كمان لوجود عيب فيه او لعدم دقة الوصف بتاع المنتج، او حتى بسبب ان البياع رفض يبعت الفاتورة الضريبية بعد لما اشتريت الجهاز. وهنستعرض مع بعض طبعا المنتجات دي بشكل سريع من الارخص للاغلى. وهبتدي معاكم مع اكتر حاجة من الحاجات اللي انا اشتريتها وخيبت املي، وهي كانت الكاميرا الدي جي اي بوكيت 2 كرياتور كومبو. والكاميرا ديت انا كنت جايبها علشان تبقى ابجريد ليا وانا بصور نفسي في الفيديوهات، لان ساعتها كنت بصور نفسي بالتليفون بتاعي المي 11 لايت، فده كنت ناوي ان انا اخليه الابجريد بتاعي، اللي هو بالمناسبة كان هيبقى قوي جدا، لان انت بتتكلم عن كاميرا 3 اكسس ستابلايزيشن 64 ميجا بايت، بتصور 4K مع 60 فريم، فيها اكتيف تراك لو انت بتصور نفسك مثلا في مكان وبتتحرك يمين وشمال. بالاضافه كمان للكرياتور كومبو اللي انا كنت جايبه، كان فيها مايك وايرلس اكتر من رائع، كان فيها بطاريه اضافيه بتتوصل في التليفون من تحت علشان تديك ساعات عمل اضافيه كمان عليها، وكان فيها المتحكم مع شويه اكسسوارات كده كانت الصراحه ممتازه جدا. ولكن اللي صدمني في الكاميرا ديت البطاريه بتاعتها ما طلعتش زي الوصف اللي متقال خالص. المفروض هي كانت بتديك وقت معين للتصوير، اتفاجئت انا بانها بتصور معايا يعني بالكتير قوي ساعه الا 5 وبعد كده بتفصل، وده طبعا مش مناسب لان مش ده الوقت اللي محطوط في المواصفات بتاعه الكاميرا. بالاضافه كمان لانها كانت بتسخن يعني بشكل غريب جدا، مع اني انا لما اشتريتها كنت شاريها في وقت مش في عز الصيف او في عز الحر، لا كان في وقت الجو فيه كويس جدا. فاضطريت الصراحه ان انا ارجع الكاميرا ديت، وانا كنت شاريها يعني من محل، ما كنتش شاريها من اونلاين ستور ولا حاجه زي ما انا متعود دايما، فكان الموضوع مقلق جدا. وطبعا تطلب مني ان انا اشرح للمحل اكتر من مره واروح له واقعد معاه ويجربها ويقعد سايبها شغاله بالساعه ويقنعني لا ان ده العادي بتاعها. ولكن في الاخر الحمد لله انا رجعتها. ويعني بالمناسبه هي كان سعرها اقل من السعر اللي بتتباع بيه دلوقتي بحوالي 3000 جنيه، هي برضو كان سعرها مش رخيص، كان سعرها غالي. يمكن عشان كده دي اكتر حاجه من الحاجات اللي انا اشتريتها وسببت لي احباط لما رجعتها تاني. الحاجه التانيه اللي صدمتني برضو صدمه كبيره واضطريت ان انا ارجعها بعد ما اشتريتها، هو ميكروفون الشور اس ام 58. وده ميكروفون من نوع الدايناميك، وكنت ناوي طبعا اشتريه علشان اقدر اسجل لكم بيه زي ما بسجل للحلقه دلوقتي، او حتى لو طلعت استريم مثلا ولا حاجه بيبقى كويس جدا في عزل الاصوات اللي في الخلفيه، بحيث بيبقى مركز على صوت الشخص اللي بيتكلم. واللي فاجئني طبعا ان المايك دوت المفروض كان عليه خصومات ساعه لما انا اشتريته، ولكن اتفاجئت بان النسخه اللي جات لي هي نسخه تقليد، ولكن تقليد يعني من نوع رخيص جدا، انا ما شفت زيه قبل كده الصراحه. حتى اللي مقلد المايك ما كلفش خاطره ان هو يحط اللوجو بتاع الشركه مظبوط، حط ستيكر رخيص جدا على المايك، وقمت بالفعل بعمل استرجاع ليه في نفس اليوم. مايك تاني برضو من المايكات اللي انا اشتريتها ويعني خيبت املي بقى، ولو ان المايك ده من المايكات المشهوره جدا اللي يعني ما شفتش الصراحه ولا مراجعه اشتكى منه، وهو مايك الهايبر اكس السولو كاست. الحاجه اللي انا وقفت عندها ورجعته السبب هو صوت المايك. بعد لما عملت ليه تيست علشان اجرب الصوت بتاعه في التسجيل، اتفاجئت بان المايك بيلقط نويز بشكل مش طبيعي. حاولت كل المحاولات طبعا اقلل الجيم بتاعه من الابلكيشن اللي انا بسجل من عليه، اقلل الجيم بتاعه من الويندوز ذات نفسه، احاول اظبط على الاوداسيتي على قد ما اقدر، ولكن النهايه ما ادانيش اي نتيجه مقبوله. واضطريت ان انا ارجع المايك دوت. وجايز طبعا المايك اللي وصل لي دوت يكون كان فيه مشكله. كل المراجعات اللي انا اتفرجت عليها شكروا في المايك جدا وفي الاداء اللي طلع منه بعد لما جربوه في التسجيل. نفس المشكله برضو واجهتني مع مايك البويا الام ام 1. المايك برضو اللي انا اشتريته بغرض ان انا وانا بسجل ابقى فري شويه، ما ابقاش ملتزم بالمايك السلكي اللي انا بوصله في الكاميرا، ويبقى في حريه نوعا ما في التصوير ويسهل عليا برضو، لان انا زي ما انتم عارفين بسجل فيديوهات على قناتين، خصوصا ان انا شفت فيديوهات كتيره ليه وفي ناس كتير شفتهم ابتدوا القنوات بتاعتهم بالتسجيل من خلال المايك دوت. وبرضو بعد لما اتاكدت من ان المايك ده اصلي طبعا عن طريق السيريال بتاعه، وزي ما شفنا في الحلقه بتاعت مايك البويا في فيديو لينا قبل كده على القناه، ولكن اتفاجئت بالجوده بتاعته اللي هي سيئه جدا الصراحه مع التسجيل. حاولت اكتر من مره ان انا اعدل في الصوت، حاولت ان انا اغير في الاعدادات، بل وجربت حتى ان انا اسجل من خلال الموبايل او من خلال البي سي ذات نفسه واعدل على برامج تعديل الصوت المختلفه زي الاوداسيتي او الادوبي اديشن، ولكن النتيجه النهائيه كانت سيئه جدا. المايك الصوت بتاعه رفيع قوي، مش بيلقط كل الطبقات، يعتبر في نويز جامد جدا، ولازم تبقى قريب من المايك بدرجه غريبه، مع ان المايك دوت يعني المفروض مخصص ان هو يبقى محطوط فوق الكاميرا، ولكن مع ذلك الجوده اللي كانت بتطلع ما توحيش بحاجه زي كده الصراحه. واضطريت في النهايه اللي انا يعني قبل ما اسجل بيه اي فيديو اللي انا اعمل له طلب استرجاع.
وبس كده، هي دي كانت نهايه حلقتنا النهارده. اتمنى طبعا انكم تكونوا استفدتوا، واتمنى انها تكون ردت على بعض التساؤلات، واتمنى انكم تدعموني بلايك وشير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين، وتتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بيج والانستجرام بيج، وتشتركوا في قناتنا على التليجرام اللي بننزل عليها العروض والكوبونات المختلفه اول باول. كان معاكم خالد سامي، اشوفكم على خير في فيديوهات قادمه لينا ان شاء الله. مع السلامه.